السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة طالعه لكم بوصفة جميلة جدا وسهلة ومش هتكلفكم اي حاجة خالص. الفيديو ده هتلاقي ناس كتير قوي بتدور عليه. هي طريقة عمل الفطير. ده كيلو دقيق وهتحطي عليه معلقة سكر ونص معلقة ملح، وهتبداي تقلبي السكر والملح مع الدقيق زي ما انتوا شايفين اهو، بقلبهم مع بعض. الفيديو ده مميز قوي وهتلاقي ناس كتير قوي قوي ان هي بتدور عليه. طبعا دي ميه دافيه اللي انا بحطها. طبعا هحط واحده واحده، مش هحطها مره واحده، لا، هحطها واحده واحده وهبدا اعجنها واحده واحده. مش هتعمليها بقوه لا وتدوسي عليها جامد، لا، زي ما انتوا شايفين كده. بصوا انا بعجنها بالراحه وبحط الميه واحده واحده، ما تحطهاش مره واحده علشان العجينة كده تكلكعش وتبوظ، لا، واحدة واحدة كده. تعرفي ان انتي تعجنيها الاول، تعرفي ان هي عايزة مية ولا لا كده. لكن لو حطيتيها مرة واحدة كده ممكن تكلكع، ممكن مثلا تبقى مية زيادة حطيتيها. لا، واحدة واحدة تعرفي ان انتي تعجنيها. وتعرفي ان هي عايزة مية ولا لا. زي ما انتوا شايفين اهو، انا بوريكم بحط واحدة واحدة المية وبعجنها واحدة واحدة، يعني بالراحة. زي ما انتوا شايفين اهو انا بوريكم معانا. حبيت اوريكم طريقة النهاردة معاكم، وعايزين بقى نكبر القناة بيكم كده، واللايكات بقى والاشتراكات وتفعيل الجرس والكومنتات عشان تبقى قناة كبيرة وغيركم يستفاد بيها ويتفرج على الفيديوهات. ولو في طريقة عجبتكم او عجبتهم يعملوها فيستفادوا بالفيديوهات. طبعا دي كده انا سبتها نص ساعة بعد ما عجنتها، سبتها نص ساعة ودي النتيجة بتاعتها. شايفين عاملة ازاي؟ متماسكة كده، ماسكة بعضيها. طبعا كان طعمه رهيب، مش قادرة اوصف لكم كان طعمه عامل ازاي. طبعا بقعد اتأكد ان هي اتعجنت كويس وسبتها كويس، ودي النتيجة. طبعا هتجيبي صينية هتدهنيها زيت، وهنا هبدأ اكور العجينة واحط من فوق الوش زيت. طبعا هفضل اكور فيها كده لحد ما العجينة تخلص زي ما انتوا شايفين اهو. يعني بكور العجينة واروح حطلها زيت من فوق الوش. وزي ما انتوا شايفين هعمل قدامكم كام واحدة وعشان الفيديو ما يطولش عليكم. وبعد ما اخلص المجموعة طبعا هوريها لكم برضو. طبعا انا عملتها كواير صغيرة. انت عايزة تعمليها دواير كبيرة براحتك، دي اختياري. زي ما انتوا شايفين عملتها كور اهي صغيرة، وبحط فوق الوش زيت. وطبعا ببقى جايبة صينية برضو حاطة فيها زيت. زي ما انتوا شايفين هفضل اكور فيها لحد ما العجينة تخلص. طبعا كيلو دقيق عمل معانا كل الدواير دي. طبعا هتسيبيها نص ساعة بعد ما تعمليها كواير وتدهني عليها زيت من فوق الوش. هتسيبيها نص ساعة ترتاح الاول قبل ما تعجنيها. زي ما انتوا شايفين المنظر اهو، كيلو دقيق عمل معانا الكمية دي. انتي عايزة تعملي كمية اكبر او اكتر براحتك. عايزة تعملي برضو الدواير كبيرة براحتك، انا عملتها دواير صغيرة، ده اختياري. زي ما انتوا شايفين دي الكمية. طبعا كان طعمه رهيب، مش قادرة اوصف لكم كان الطعم عامل ازاي اصلا. انا مش قادرة اوصف وانا اصلا بشرح لكم كده الفيديو. جعت والله علشان كان طعمه
جميل. انتي لو شفتي الفيديو وعجبك وتجربيه، والله مكوناته سهلة ومش هتكلفك اي حاجة خالص. جربيه، ودي وصفة مضمونة وانتي عارفة انتي عاملاها في البيت ازاي. انتي بره مش ضامنة ان هما بيعملوا ايه ولا بيحطوا فيها ايه، لا، انتي عاملاها في البيت ووصفة مضمونة. طبعا هتجيبي الطبلية بتاعتك او اي حاجة هتسندي عليها، هتحطي فيها سمنة. طبعا العجينة بعد ما ارتاحت برضو هتحطي فيها حتة سمنة كده من فوق الوش. بعد كده هتفضلي بقى تفرديها كده اهوت زي ما انتوا شايفين. بعملها برضو بفردها بالنشابة زي ما انتوا شايفين اهو. طبعا بعد ما فردتها بالنشابة هطبقها جزء كده واحط فيه سمنة، وبرضه هطبق الجزء اللي بعديه وهطبق الجزء اللي من جنب وكده. طبعا انا عملت 5 كور علشان الطبقة تكون كذا واحدة كده وتكون كبيرة. انتي عايزة تقللي الطبقات براحتك. طبعا هتجيبي هتطبقي العجينة وتسيبيها، وتطبقي عجينة تاني وتحطيهم جنب بعض علشان تحطيهم فوق بعض علشان تطلع كذا طبقة زي ما انتوا شايفين. وهفضل بقى افردها زي ما انتوا شايفين بفردها في الصينية. دي كريمة. انا حطيت كريمة، انتي عايزة تحطي قشطة براحتك، ده اختياري. طبعا انا بحب اعمل كل حاجة بايدي، يعني مش بعرف اعمل الحاجة التانية اللي انا بفرد بيها زي ما انا هعرف اعملها بايدي. طبعا ببدأ افرد الكريمة دي هي اللي بتخليها تعمل الوش، او القشطة برضو هي اللي بتخليها تعمل الوش. شايفين بدأت تقب كده، بصوا شايفين المنظر، كان منظر جميل جدا وطعمها كان جميل جدا. دي بدأت تاخد اللون، شايفين اهو المنظر، يعني بتقب واخده اللون. شايفين كان طعمه حلو قوي وكان طعمه هايل، ودي وصفة مضمونة. شايفين بقى الفطيرة بعد ما طلعت اهي، بصوا مش قادرة اوصف لكم كان طعمها ازاي، هو الشكل هو اللي هيحكم عليها كمان. انا بقطعها عشان اوريكم شكلها من جوه وعملت كام طبقة. انت عايزة تقللي الطبقات بتاعتها براحتك. انا عملت 5 كور وعجنتهم مع بعض علشان تعمل 5 طبقات زي ما انتوا شايفين اهمت. بوريكم اهو، شايفين زي ما انتوا شايفين. وفيديو جميل كده وبسيط ومكوناته سهلة ومش مكلفة حاجة وما خدتش وقت. ودي نهاية الفيديو، متنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعيل الجرس وكومنت حلو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.